صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال على عيون أجمل متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. بجد وحشتني تعليقاتكم الجميلة، وحابة أشكركم جدا على كل تعليق اتكتب لي في الفيديو اللي فات. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون لسيدة مختلفة، هنشارك معاها روتينها وكمان افكار مختلفة. اتمنى تفيدكم وتطلعوا من الفيديو ولو بفايدة صغيرة قد كده، بحيث ان انتوا تطبقوها في بيتكم وتوصلوا للنتيجة اللي انتوا حابينها. النهاردة بس قبل اي حاجة حابة اكلمكم من قلبي، مش كلام تنظير خالص ولا شعارات. جاية بس اقول لكم واقول لكل واحدة فيكم: انتي مش ضعيفة ومش فاشلة، انتي مش لوحدك. احنا كلنا يا جماعة بنعدي بلحظات ضعف، بلحظات تعب، بلحظات احيانا بنشك فيها في نفسنا، بس دي مش نهايتك. خلي بالك ان دي مجرد لحظة وهتعدي. يمكن نكون اتربينا نسمع ان الست لازم تتحمل وتسكت، بس اللي محدش قالهولك اننا بنملك طاقة جبارة جدا. الطاقة دي بتكون جواكي. كل مرة قمتي من وجع او كل مرة ابتسمتي وانتي من جواكي مكسورة وحزينة، كل مرة خبيتي فيها دموعك علشان عيالك أو شغلك أو بيتك أو أي سبب إن كان، ده مش ضعف منك، دي قوة محدش يقدر يعرفها إلا ست زيك. ست عدت بكل الحاجات اللي انتي عديتي بيها دي، أو حتى لو جزء بسيط منها. حابة بس أقولك إن التغيير مش لازم يكون كبير عشان يحسسك بالفرق. ممكن تبدأي بحاجة بسيطة، زي مثلا إنك تصحي مثلا ربع ساعة بدري لنفسك، أو تاخدي وقتك في فنجان قهوة بهدوء، او حاولي تمشي شوية. حاولي مثلا تكتبي مشاعرك في ورقة، حاولي تسمعي حاجة بتحبيها، تاخدي وقت ليكي خاص بيكي انتي، تعملي حاجة تكون خاصة بيكي انتي. بمعنى اخر، ادي لنفسك حقك، لان محدش هيعمل ده غيرك انتي. انا هنا وفي الكلمتين دول جاية بس عشان افكرك ان كفاية انك تكوني زي ما انتي. مش لازم تفضلي تحاولي تثبتي لنفسك او لغيرك انك تمام وانك ما حصلتيش وتثبتي لهم عكس حالك. انك تغلطي كلنا بنغلط، انك تقعي كلنا بنقع، بس الاهم انك تقومي مرة تانية. ومش عيب ابدا انك تطلبي مساعدة، مش عيب تقولي انا تعبانة، بالعكس ده شجاعة منك انك قدرتي تعبري عن اللي جواكي. من الاخر بس هقولك ان كل ست فينا جواها نور، حتى لو اتغطى شوية بالغمام. بس خلي بالك ان الغيامة عمرها ما بتدوم، بيجي عليها وقت وبتنتهي، والنور ده بيرجع تاني. فانت هترجعي تلمعي من تاني. صدقي بس نفسك وحبيها، واعملي لنفسك معروف وما تنسيش نفسك. حاولي بس انك تثبتي لنفسك انك قدها، وخليكي واثقة في نفسك دايما. هتعرفي تطلعي من اي حالة بتمري بيها، لان انتي تستاهلي الافضل وتستاهلي حياة احلى من اللي انتي رسمها جواكي. فاستعيني انتي بس بالله وابدأي، وافتكري دايما ان الست اللي بتهتم ببيتها وولادها مش بس بتعمل واجب عليها، لا والله خالص، دي بتسيب بصمة قوية جدا في ذاكرة ولادها. عيالها لما هيكبروا هيفتكروا ان البيت دايما كان دافي بوجود ماما فيه، ان ريحة الاكل الحلو في المطبخ ما كانتش بتسد جوعهم بس، لا دي كانت بتطمنهم، وان الزاوية الصغير في المكان الفلاني من البيت اللي كانت ماما حاطه لهم صورهم ولعبهم كانت بتحسسهم دايما بالامان، وكان ده احسن مكان بيحبوا يقعدوا فيه. هيعرفوا ساعتها ان امهم كانت بتحبهم، سواء بترتيبها ولا بحنانها ولا بتفاصيلها، بحضنها، باكلها، بريحة بيتها. كل ده بيشاركك في رسم ذكريات اولادك. في ناس بقى بتقول ان الديكور عبارة عن رفاهية، محتاج فلوس، محتاج مصاريف، وان الدنيا ضيقة. لكن انا من خلال القناة عندي مش ابدا قصدي انك تصرفي مبالغ طائلة، او اني قصدي الديكورات الهائلة اللي بلاقيها، لا. انا قصدي ان الديكور عبارة عن حب، يعني لمسة بسيطة تعمليها لأولادك. يعني هقولك، لما تزوقي ركن في البيت أو تحطي فيه شمعة أو تغيري مثلا من ترتيب الكنبة عندك، دي مش شياكة خالص، لا دي لمسة حب انت ضفتيها، مكان اضفتيله لمسة من عندك فبدأ يلمس روحك وروح أولادك. قصدي من الكلام ان انت اللي بتعملي جو في البيت بيخليه ينبض بالحياة. كل ست فينا عندها لمستها، حتى لو بحاجات بسيطة، مش لازم حاجات غالية اوفر انك تحطيها، لا، المهم ان تكون حاجة طالعة من القلب. واعرفي دايما ان الست اللي بتحب بيتها وبتدي من وقتها لولادها مش ست عادية خالص، والله دي ست فنانة حنونة عندها رسالة.
صدقيني ان البيت من غير لمستك هيبقى مجرد شقة فاضية من غير اي روح فيها. بس كده كلمتين كنت حابة اقولهم لكم وابدأ بيهم فيديو النهاردة عشان نوضح الهدف من القناة ونوضح امور ممكن تكون مختلطة على كتير مننا. نيجي بقى الفيديو النهاردة للسيدة الجميلة المنظمة المرتبة دي، ما شاء الله على ديكوراتها ولمساتها في بيتها. هتقولي لي الكلمة دي قلتيها في فيديوهات كتير، وده اللي بيثبت لك الكلام اللي قلته في اول الفيديو، ان كل سيدة ليها طابع وبصمة خاصة في بيتها. فهتلاقي الديكورات بتختلف من مكان للتاني، ولكن كل سيدة ليها لمسة كده بتميز بيتها وبتميز جزء من بيتها عن التاني. السيدة نجيب ما شاء الله اللهم بارك عندها أولاد، زي ما شفنا أول ما قامت بدأت روتين بسيط في بيتها، بعد كده بدأت تجهيز الفطار وبدأت تاخد جزء جزء، تلميع، تنظيف، تعطير. بدأت الأول بغرفة النوم، كان تحت السرير مبهدل جدا، عجبني الفكرة بتاعتها، جابت منظمات وبدأت ترتب كل حاجة وتشيل كل حاجة مكانها. طبعا هنلاحظ في فيديو النهارده ان في ملابس شتويه. للامانه الفيديو ده كنت عاملاه من فتره، ولاحظت الزنقه اللي انا كنت فيها ان الفيديو انا ما نزلتوش اصلا، فقلت انزله لكم على طول. ولكن مش هنختلف سواء لبس صيفي او لبس شتوي، المهم نشوف المغزى من الترتيب والتنظيم وفر مساحه قد ايه. فبجد مهما كان المساحه اللي عندك، مجرد ما تنظمي المكان بطريقه منظمه ومرتبه بيوفر لك مساحه كبيره جدا. فمهما كان المساحة اللي عندك صغيرة، مجرد ما ترتبيها هتديكي وسع في المكان أكتر بكتير. بعد كده اتنقلت لغرفة الأطفال، بدأت تلملم الألعاب من حواليهم وتخلي الأوضة منظمة ومرتبة. وبعد كده بدأت في رص الدريسنج روم، بدأت تحط كل حاجة مكانها، سواء هدوم هترصها في أماكنها الجديدة أو هدوم كانت مغسولة فبدأت تكويها وتعقمها وترصها في الأماكن المخصصة ليها. وطبعا الهدف من الفيديو مش ابدا ان احنا نشوف كم الحاجة اللي بتتجاب او الهدوم المفروض ايه اللي نجيبه وايه اللي ما نجيبوش، لان الامكانيات والقدرات بتختلف من شخص لاخر. لكن ممكن اللي نعلق عليه هو توحيد لون الرشات، ده بيلفت نظرنا لان فعلا بيدي راحة للعين وبيخلي فيه عدم بهرجة في المكان. كمان استخدام الالوان الفاتحة زي ما احنا شايفين بيدي وسع المكان، مهما كان المكان واسع بس بيدي نوع من الراحة والهدوء. زي ما احنا شايفين هنلاقي الورد، الفازات، الديكورات كلها باللون فاتح موحد للمكان. طبعا هنا خلصت، سواء خدت الهدوم اللي غسلتها، عقمتها، كوت اللي عايز يتكوى، وبدأت ترص كل حاجة في مكانها على طول، على أساس ما يبقاش فيه حاجة مركونة. زي ما احنا شايفين خاصة البيت اللي فيه أولاد بيبقى محتاج حركة كتير. في حاجة بقى عرضها فيديو النهاردة بجد من أمتع الحاجات وأجمل الحاجات اللي عجبتني فيديو النهاردة، إن شاء الله تعجبكم زي ما هي عجبتني، وهي الترابيزة اللي هي مخصصاها للأطفال دي. جميلة جدا وليها كذا استخدام، زي ما احنا شايفين هتبدأ تورينا. يعني فيها الاستخدام ده للألعاب سواء مكعبات، هنا كسباق للعربيات. أما القطعة دي فهي عبارة عن سبورة يكتبوا عليها بالطباشير، بجد مميزة جدا. لو حد يعرف بتتباع فين أو أجيبها ازاي ياريت يكتبلي في التعليقات، ضروري جدا يا جماعة. المهم تعالي اقولك على حاجة مهمة رسالتي ليك النهاردة. لو انتي لسه متجوزة جديد او لسه بتتعلمي وتدبري وتظبطي في بيتك، احب اقولك خدي وقتك، محدش بيجري وراكي خالص، مفيش حد اتولد متعلم. عايزة اقولك ان البيت مش بيتبنى في يوم، والست الشاطرة مش لازم تكون سوبرمان او هيرو في نفسها. كفاية عليكي انك تحاولي وبتسألي وبتحبي المكان اللي انت فيه يكون نظيف. من الاخر النظافة مش بس شكل حلو او ريحة حلوة في البيت، لأ، النظافة طاقة وراحة وهدوء نفس. لما البيت كده بيبقى مترتب ونضيف، النفس بتهدى وتحسي كده ان الهم بيخف، والواحد يحس انه عايز يعيش جواه مش يهرب من البيت ابدا. اما الست بقى هي اللي بتخلق الجو ده بايديها، سواء بترتيبها، بنظافتها، بذوقها، بابسط لمسه منها. وده اللي بحاول انقله لكم من خلال الفيديوهات دي، ان لمستك هي اللي هتفرق في بيتك مهما كانت مساحته سواء كبير او صغير. عارفه انك ممكن تكوني تعبانه، بس ضحكتك الدنيا بتنور بيها، بصوتك الحنين اولادك بيهدوا، وبكلمتين طيبين للراجل بيحس انه لسه بخير. لان الست
مش بس زوجة او ام، لأ، دي مفتاح البيت كله. يعني انتي بضحكتك ممكن تنوري بيتك كله وانتي مش واخدة بالك. لكن بقى لو مزاجك متعكنن فهتلاقي الكل بيتشد، لو قلبك هادي البيت كله بيبقى جنة. ده مش ضغط عليكي ابدا والله، لكن ده شرف ليكي انتي، انك تكوني قادرة وتكوني سبب في البهجة، في النظافة، في الراحة، في الضحكة. ده فخر ليكي انتي. لما ابنك او جوزك يدخل البيت ويلاقيه نضيف، سواء كان بريحة حلوة كده ومنور ومفيش كركبة، مش بس هيرتاح، لا، ده هيحس بجد انه اتولد من جديد. وده مش لازم يبقى بمجهود جبار، وده اللي نقلتهولك كذا مرة في فيديوهات مختلفة، وحابة ان انا اقولهولك، بس احيانا في ناس بتفهمه غلط. الهدف في القناة مش ابدا ان يعرض يعني بيوت ضخمة او بيوت بتكاليف معينة، لا، قصدي انك تاخدي من اي فيديو يتعرض فكرة بسيطة خالص. يعني مثلا ممكن تعملي حاجات بسيطة في بيتك، زي شمعة ريحتها تكون حلوة، وردة محطوطة في كوباية بطريقة مختلفة، شباك مفتوح بيدخل شمس. كل ده بيفرق في منظر البيت، وانتي بلمستك لبيتك هيفرق معاكي كل ده وهيختلف في الاخر. واللي عايزة اقولهولك بجد، انا فخورة بكل واحدة فيكم بتقوم كل يوم تنظف وترتب وتطبخ وتحافظ على بيتها، وتعمل وتقوم بأقصى طاقتها عشان تعمل او تدي انطباع مختلف لبيتها ولأولادها. انتي مش خدامة والله، انتي ملكة بتبني مملكة صغيرة اسمها البيت، واللي حواليكي مش هينسوا ابدا ضحكتك، ولا ريحة النظافة اللي في بيتك، ولا حنية حضنك، ولا الابتسامة اللي بتقابليهم بيها دايما. من الاخر، خلي ليكي انطباع ولمسة خاصة بيكي انتي. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو جزء بسيط صغير قد كده، بس يفرق في حياتكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.